السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله مع بعضنا غادي نشوفوا واحد المراجعة على هذا الدواء ديال اوموديوم 2 ملغ. ان شاء الله تعالى هذا لا فيديو كيليق الاسهال. كما كنعرفوا الاسهال راه عنده بزاف ديال العوامل، داير بحال شي ديتيكتور كيدوز لك الدياغنوستيك للجسم ديالك. الاسباب ديالو يقدر يجينا مثلا من لكلينا شي حاجه خايبه، يقدر يجينا الا تعرضنا للستريس، الا تعرضنا للقلق. كاين على بزاف ديال الامور. يقدر يكون الاسهال مؤشر لشي مرض حنا عندنا. لذلك الله يجزيكم بخير، ما تحاولوش تستهانوا به. وعلى ود علاش جاكم الا مثلا تجاوز فيه الاسهال واحد اسبوع، راه ضروري ما خصنا واحد الاستشاره طبيه باش نشوف هذاك السبب ديالو مناش. بالنسبه لهذا راه كيجينا كمسكن وكينيطواي، كيحاول يحبس هذاك الاسهال. سميتو كيجينا كابسولات صغيورين فيهم 20. الثمن ديالو كيجينا ب30 درهم ونص. سمحوا لي على ود الفوكس. 30 درهم ونص. وكما قلت لكم الاسهال راه عنده بزاف ديال العوامل ديالو، ما خصش بنادم يستهان بهم. بالنسبه للجرعات ديال هذا الدواء هذا راه ممكن يتخذ بعدا بدون صفه طبيه. بنادم كان شي حاجه خايبه، شي حاجه ما بقاش داك السرب يتوقف منه، هذا راه كينيطوي لك هذاك الشيء وكيحاول يحبس لك هذاك الاسهال ويجمع لك الكرش ديالك. بالنسبه للجرعات ديالو راه ممكن تاخذ من حبه حتى لجوج على حساب اشنو انت المشكل اللي عندك، واش بزاف ولا لا. ممكن تاخذ جوج حبات 3 المرات في النهار على حساب الاسهال اللي فيك. وإلا كان شي اسهال اللي هو حاد كما قلت لكم راه ضروري من المراجعه الطبيه. لاي استفسار لاي سؤال ممكن تواصلوا معايا في التعليقات. نقدر ان شاء الله تعالى نفيدكم، واذا ما فهمناش شي حاجه ولا كرا نقدروا نسول لكم عليها. مرحبا بكم وتبارك الله عليكم. ما تنسوناش من الدعاء ودعمونا في القناه بالاشتراك وزر الاعجاب، وتبارك الله عليكم.